التحفيزات ديالهم. نتمنى ان شاء الله نقدموا كل ما عندنا باش نفرحوا الجماهير ديالنا. والتركيز ديالنا كامل كما كيعرف الجميع على الخصم. كنشتغلوا على نقاط الضعف ديالو ونقاط القوه ديالو. des personnes, sont même des dieux. Mais la flexibilité tactique, c'est un atout de chaque entraîneur, c'est bien. Et je pense que Traversi, il a changé التمارين امبارح بدأ التمرين يشد شويه. اول امبارح كنا بنتكلم ان التمرين كان خفيف شويه بسبب اللعيبه، في لعيبه كانت واخده راحه يوم ونص ويومين، اللعيبه لما ما لعبتش الماتش، فالتمرين اول امبارح كان خفيف شويه، بدأنا نشد شويه في التمرين امبارح. والنهارده تمرين منتخبنا الوطني منتخب الفراعنه هيكون على الفوز ديال المنتخب المغربي على زامبيا ب3-0. هذا الماتش اكد ان المنتخب المغربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الدراري لي زامي كاع اللي كيتبع القناه ديال الشايبي فايبس. اول حاجه قبل كل شيء بغيت نشكر كاع الناس اللي خلاو دي كومونتير، اللي داروا جيم الفيديو اللي قبل. بالفضل ديالكم الفيديو مشى مزيان، وصل ل 800 فيو لاول مره من بعد الرجوع. لي كومونتير لي لايك ولي ميساج ديالكم كاملين كيوصلوا لي وكاملين كنجاوب عليهم. خاصكم تعرفوا بالفضل ديالكم الكونتوني والقناه غادا تمشي مزيان باش نعطيكم فيديوهات احسن من هكا ونطوروا المحتوى حتى نوصلوا لداكشي اللي نقدروا نستافدوا منه كاملين. صراحه البارطاج ديالكم والتفاعل ديالكم كيعطيني واحد الانرجي باش نكمل ونعطيكم فيديوهات اكثر ونعطي محتوى احسن. كيف ما كتعرفوا دابا كاس افريقيا هو الحدث اللي كيهمنا كاملين كمغاربه، بحكم ان البطوله تنظمت في بلادنا. هذا هو الموضوع اللي كنسمعوه في المغرب، سواء في الشارع في القهاوي وحتى في الديور والحومات ديالنا. انا شخصيا ما نقدرش نتجاهل الموضوع، خصوصا ان البطوله كتجمع منتخبات قويه وفيه حضور قوي ديال المنتخبات العربيه كاملين اللي تاهلوا لدور الثمن. انا هضرت على هادشي لحقاش القناه ديالي ماشي غير ديال الكره وصافي. صحيح دابا كنهضروا على كاس افريقيا، ولكن كيف ما بدينا القناه قبل كنعاودوا على قصص الاساطير ديال المافيات، على قصص خياليه، الاخبار المهمه اللي كتدور في العالم واللي خاصنا نعرفوها بواحد الطريقه اللي تكون بسيطه. ولهذا السبب الجوج الفيديوهات اللي جايين في الطريق بصراحه عارفهم غيعجبوا بزاف ديال الناس. الفيديو الاول هو قصه اسقاط اكبر موقع في الدارك ويب الفا باي، كيفاش تسد وشكون اللي كان وراه، واهم حاجه شنو كان واقع في الكواليس. هي قصه حقيقيه، ولكن انا متاكد انكم غتسمعوا فيها تفاصيل اللي ما غاديش تشيقوها. الموضوع الثاني هي قصه اللي كتبت لكم انا، الدار المهجوره. هي قصه خياليه فيها بزاف ديال الاسرار، نسبه الغموض اللي فيها غتخليكم تكملوا الفيديو حتى للثانيه الاخيره. وهكا بغيت نعرف الراي ديالكم. الفيديو اللي اللوح الاول اسقاط موقع الفا باي ولا الدار المهجوره؟ ما تنساوش دابا كتبوا لي في الكومونتير. ودابا غادي نرجعوا للحدث الكبير ديالنا كاس افريقيا، واهم حاجه كتهمنا التاهل ديال المنتخب المغربي لدور الثمن اللي غيلعب مع فريق تنزانيا. بالنسبه للفرق العربيه اللي تاهلت، كاين تونس ضد مالي، عندنا السودان ضد السنغال، عندنا مصر ضد البنين، عندنا الجيري ضد كونغو الديمقراطيه. الفرق الاخرين عندنا الكوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، نيجيريا ضد الموزمبيق، وعندنا جنوب افريقيا ضد الكاميرون. كل واحد من هاد الفرق هادو طامح ياخذ كاس افريقيا 2025. كل شي باغي يدير المنتخب المغربي باش ما يهزش الكاس في البلاد. ماتش ضد تنزانيا ماتش مهم بزاف. اكيد ان المنتخب المغربي داخل بثقه كبير، تايق في التنظيم ديال الاطر وفي الخبره ولا كاليتي ديال كاع اللعابه. عندنا اسماء معروفه اللي تقدر تصنع الفريق في اي لحظه. ايوب الكابي، ابراهيم دياز، اشرف حكيمي، بونو، نايف، اقراد. هاد الاسماء هما اللي معولين عليهم باش ناخذوا الكاس. منتخب تنزانيا ماشي سهل، كيعتمد بزاف على القوه البدنيه والانضباط ديال اللاعبين. اهم اللاعبين عندهم امبوانا ساماتا، مهاجم اللي خطير بزاف واللي لعب في الدوريات ديال اوروبا، كيستغل كاع الفرص اللي كتعطى ليه. وعندنا سيمون امسوفا، لاعب سريع كيلعب في الاطراف وكيعرف يخلق مشاكل للدفاع ديال الخصم، وكيركزوا بزاف على المرتدات او لي كونتر اتاك. لهنا خصنا نطلبوا من المنتخب المغربي انه يكون منظم دفاعيا
وحتى خط الوسط، حيت اي خطأ صغير فغنتعاقبوا عليه. بالفيديو الجاي اللي غيهضر على كأس افريقيا ما غاديش يكون قبل الماتش اللي غيتلعب نهار الحد. كنتمنى حظ سعيد للمنتخب المغربي. دعموا القناة، جايين اخبار مهمة، مواضيع وقصص اللي كتشد العقل. وبالنسبة للمنتخب المغربي بغيتكم تخليو في كومنتير شكون اللي كتظنوا غادي يربح، واش المغرب ولا تنزانيا، وشحال غتكون النتيجة. حتى لهنا غنوصلوا لنهاية الفيديو. شكرا بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجاي.